السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أحلام ورموز تأتي لنا في المنام تبشر بالنصر على الأعداء وتبشر بالنصرة للمظلوم، ومن أهم هذه الرموز رؤية التكبير في المنام، كذلك رؤية الدعاء، خاصة من رأى أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، رؤية سورة النصر أو آيات من القرآن الكريم تدل أو ترمز إلى النصر، أيضا رؤية قتل الأسد في المنام، ورؤية قتل الثعبان أو العقرب أو الفأر، قتل الحشرات أيضا تدل على التخلص من أعداء ضعفاء. ومن رأى أنه يطير في المنام أو يعلو في السماء فإنه يعلو على أعدائه وينتصر عليهم. كذلك من رأى أنه يركب حصان في المنام هي دلالة كبيرة على أن الله سوف ينصره على عدوه. ومن رأى أنه يصارع عدوه في المنام ويغلبه فسوف ينصره الله عليه في الواقع. أو من رأى أن عدوه في المنام بلا ملابس أو ثياب فمعنى ذلك أن الله سوف يفضح هذا العدو وسوف ينصره عليه بإذن الله تعالى. ومن الرؤى الدالة على النصر كذلك رؤية قاعة المحكمة واسعة، ورؤية القاضي العادل، ورؤية المحامي أيضا في المنام تدل على أن الرائي سوف يحقق مكسب على عدوه وسوف ينتصر عليه وينال منه نصرة الحق والتخلص من الباطل. كذلك من الرؤى الدالة على النصر رؤية حمل السلاح، فمن رأى أنه يحمل سلاح في المنام فسوف يأمن من شر أعدائه وينتصر عليهم. أيضا من أهم الرؤى والرموز التي تدل على النصر ويعتبر أقوى الرموز الدالة على النصر والغلبة للضعيف ونصرة المظلوم في المنام، إذا رأى المظلوم في نومه أحد من الأنبياء والرسل وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الرؤية هي بشارة بنصرته على أعدائه نصرا عزيزا مؤزرا، ولن يتمكن منه عدوه والغلبة ستكون له في النهاية بإذن الله. أيضا من رأى أنه ينال غنيمة في المنام أو يأكل لحم الأسد، أو رأى أنه فوق حصن عالي أو قلعة أو أسوار عالية فهو ذلك حماية له وانتصار له على عدوه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.